الكلمة الآن سي طاهر ميسوم. سي طاهر. هنا الرئيس. تفضل سي طاهر. صح رمضانكم. الرئيس، السؤال الشفوي هذا من المفروض أن الوزير السابق كان يتهرب من هذا السؤال مدة طويلة، هو الذي كان يجب أن يرد عليه، لكن معليش. اليوم معالي الوزير هذا راه عنده حصانة من أهل قصر البخاري، لأنه لا عنده حصانة، لأنه كان بعث لنا وفد أو لجنة يرأسها الأمين العام تاع وزارة الموارد المائية، اللي راهم اليوم يشربوا في الماء 24 على 24، وحنا كنشوفوا حاجة إيجابية نتكلموا عليها إيجابية. اللجنة هذه كي جات على رأسها الأمين العام تاع وزارة كذا، صاب لا خلل ولا الماء في الدقيقة هذيك بدا الناس تشرب. المشكل اليوم اللي راه مطروح تاع كودية أسردون هذا ببلدية معالة ولاية البويرة، كاين لا ام بي تي لا دي يو والا بي بي، هذه الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات اللي هي صاحبة المشروع. صرا لها كيما تاع بوبكرة من راح للبلدية، قالوا الورقة هذه منين نجيبها؟ قالوا جيبها من الكيشي الأول. قالوا كي نجيبها لي من المدة، قالوا المدة عاود رجعها لي، قالوا تفهموا في بعضكم ما عاد مدوها لي. دوك لا ام بي تي هذا هي صاحبة المشروع، يقول لك مازال ما سلمناش المشروع لا ديو. اللي لا بي بي يقول لك انا مازال ما درتش لا ريسيبسيون مع لا ام بي تي. لا ديو لا حول لها ولا قوه، فيها مدير، هذا من بعد نتكلموا عليه هذا. وهذا كوديتو سردون هذه بلديه معالة، قلنا ثاني سد في الجزائر يمول 4 ولايات: بويره، مسيله، تيزي وزول، المديه. في ولايه المديه لنا مشكلان معالي الوزير. المشكل الأول هو عدم وصول الماء إلى هذه الدوائر: بن سليمان، برواقية، قصر البخاري، بوقزول، لأنه هذا المشروع هذا الضخم هذا داروه على جال بوقزول، اس بي 11 اس بي 12 اس بي 13. المشكل الثاني قصر البخاري بكري كانت تمول بها البيرين، فيها اف 12، فيها 12 فوراج. من المفروض كي يحبس هذا فيه مشكل تاع البويرة يعاود يعطونا من هذا الشيء. هذا المدير الولائي تاع لا ديو هذا ولا يدير السوسيال، يطفوا ولا كي لا ام بي تي كي يصحاب لا ديو يطفوا الكتريسيتي تاع لي ستاسيون دو بومباج من 6 تاع المساء حتى 6 الصباح، عادوا يديروا ليكونومي. ها الماء هذا راه فيه السوسيال، الدوله راهي تمول، فخامه رئيس الجمهوريه دارنا هذا كذا اللي ممول، عادوا يطفوا التريسيتي، كي يطفي التريسيتي واش معك لي بومباج كاع يحبسوا. يوم هذا البيرين هذا اللي راهم تمول فيهم درك عين بوسيف، شلات العداوره، ولاد معرف، اليوم تاعنا الى يومنا هذا ما عندهمش الماء. دايرين اعلان نعلم كافه الزبائن، عين بوسيف، شلات العداوره، ولاد معرف، باللي كذا فيه 12 فوراج. تعرف شنو 12 فوراج؟ انت تشوف هذا المدير تاع راديو هذا اختصرت نص دقيقة. فهمتني الرئيس؟ انا واش نطلب من معالي الوزير نقطة حساسة برك، لأنه هذا فيه طروالو. هذه البيروقراطية دوك هذه كما يقول الإنسان راه إشكال كبير بين لا ام بي تي ولا ديو وكذا. هذا مشروع ضخم ما يقدرلوش لا ديو باه يجيريه. لو 1 لو 2 لو تاع بوكزول هذه تشوف عدم وجود. والمشكل راهو دايروا الرئيس حاجة حساسة، هذا تيلي جيستيون، باسكو دوك هما لا ام بي تي ولا لا بي بي كي يبعثوا يا صاحي سي طارق. خلاص كلمة مع السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، السيدة والسادة الوزراء الأفاضل، السيدات والسادة نواب الأمة، السيدات والسادة ممثلو الصحافة الوطنية، أيها الجمع الكريم،
يشرفني أن أحييكم تحية تقدير ومحبة واحترام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن نعيش الأيام الأولى من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم، الذي حل علينا ببركاته ونفحاته الربانية، والذي نقوم بصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات وصالح الأعمال. هذا الشهر الكريم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. بهذه المناسبة السعيدة لا يسعني إلا أن أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى راجيا منه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعيده علينا وعلى بلادنا بالخير واليمن والبركات. السيد الرئيس، زميلتي زملاء الوزراء، السيدات والسادة النواب، أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر إلى السيد النائب المحترم الطاهر ميسوم على اهتمامه بقطاع الموارد المائية، حيث طرح علينا سؤالا حول الإجراءات المتخذة لتزويد بلديات قصر البخاري، المدينة الجديدة، بوكزول، الزبيرية، القلب الكبير، بني سليمان، ولاد العربي، سيدي نعمان، مزغنة وطبلات، الواقعة بولاية المدية بالمياه الصالحة للشرب، وعن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لمواجهة التأخر الذي تعرفه عملية إنجاز هذا المشروع. وردا على السؤال الذي تفضل به الأخ النائب، فإن وزارة الموارد المائية والبيئة تعمل على تزويد عدد من البلديات ولاية المدية بالمياه الصالحة للشرب عن طريق التحويلات الكبرى، وهذا راجع إلى تصنيف ولاية المدية ضمن الولايات الفقيرة من حيث الموارد المائية السطحية منها أو الجوفية، مما استدعى المصالح المختصة للوزارة إلى إجراء تحويلات مياه من سد كودي تسردون الواقع بولاية البويرة، ومن سد الغريب الواقع بولاية عين الدفلة، بالإضافة إلى تحويل المياه الجوفية من حقل بيرين بولاية الجلفة. وقد برمج تزويد البلديات المذكورة أعلاه بالمياه الصالحة للشرب في إطار نظام كودي تسردون الذي يدخل ضمن المشاريع الكبرى للري المقررة من طرف فخامة السيد رئيس الجمهورية. وتجدر الإشارة إلى نظام كودي تسردون قد مكن من تجنيد 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه، ويشمل كل من ولاية البويرة، تيجي وزو، المسيلة والمدية، وسيمكن من تزويد أكثر من 61 بلدية بالمياه الصالحة للشرب موزعة عبر هذه الولايات، منها 18 بلدية تابعة لولاية المدية. إن ولاية المدية معنية بالشطر الثالث من هذا المشروع الكبير المتضمن تحويل المياه عبر رواق كودي تسردون، بني سليمان، بروقية، قصر البخاري، وبوكزول، ويشمل هذا الشطر إنجاز عدة منشآت نذكر منها 189 كيلومتر من القنوات بمختلف الأحجام والأخطار، 3 محطات للضخ ذات القدرات العالية، 7 خزانات بسعة إجمالية تقدر ب83 ألف متر مكعب، ونظام التحكم عن بعد. لقد خصص لإنجاز هذا الشطر الخاص بولاية المدية مبلغ مالي معتبر يقدر ب 31 مليار دينار، أي 3122 مليار سنتيم، وأسند إنجازه إلى 3 مؤسسات عمومية كبرى. كما أحيطكم علما السيد النائب المحترم بأنه استجابة للحاجة الملحة لتزويد هذه البلديات بالمياه، فقد تم الشروع في استغلال النظام قبل الوقت المحدد للانتهاء من الأشغال فيه، مما سمح بتزويد 300 ألف مواطن قاطن بالمناطق المذكورة أعلاه بالمياه الصالحة للشرب،
وقد تم استلام الشطر الأول والثاني من الأشغال المسجلة ضمن المشروع، وسيتم عن قريب الانتهاء من الشطر الثالث. سيد الرئيس، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، بالفعل فقد عرفت عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب تذبذبات كبيرة خلال تلك الفترة، كما تفضل بالإشارة إليه السيد النائب في سؤاله. ولمواجهة هذه الوضعية الحساسة تم إيفاد لجنة تقنية برئاسة السيد الأمين العام للوزارة مرفوقا بمدراء المؤسسات العمومية المعنية بغية التقصي عن الأسباب التي كانت وراء انقطاع المياه في بعض البلديات، خاصة منها مدينة قصر البخاري. وبعد الانتهاء من التحقيق اتخذت وزارة الموارد المائية والبيئة عدة إجراءات من شأنها تحسين عملية تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. نذكر منها ضخ المياه دون انقطاع نحو الخزانين الواقعين في كل من بلدية البرواقية وقصر البخاري، وتعيين إطارات لمتابعة سير العملية ليلا ونهارا مع تحديد المسؤوليات في حالة وجود أي تقصير. تخصيص غلاف مالي قدره 60 مليون دينار جزائري لتركيب مضخات جديدة ذات الحجم الكبير لتزويد الأحياء العليا لمدينة قصر البخاري، مع إعادة تأهيل شبكة المياه للتقليص من التسربات. هذه الإجراءات من شأنها تحسين توزيع المياه في هذه البلدية. السيد الرئيس، زميلاتي زملاء الوزراء، السيدات والسادة النواب، من الواجب علينا الاعتراف بأن ما ورد في سؤال السيد النائب من مشاكل أمر صحيح، ونعمل حاليا على تدارك هذه النقائص بما يضمن تموين منتظم للمواطنين بالمياه الصالحة للشرب، باعتبار أن الدولة قد سخرت كل الإمكانات المالية لذلك. كما سنعمل على المتابعة المستمرة للمؤسسة المكلفة بإنجاز الشطر الثالث قصد انتهاء الأشغال منه واستلام المشروع كلية قبل نهاية هذه السنة. تلكم هي بعض المعلومات التي وددت إفادتكم بهذه المناسبة. مرة أخرى أشكر السيد النائب على اهتمامه بأمهات القضايا التي تهم المواطنين، خاصة ما تعلق بتوفير المياه الشروب في هذا الشهر الكريم. أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا يا سيد الوزير على كل هذه المعلومات. سيد طاهر، عندك تعقيب؟ خويا نشكر معالي الوزير. معالي الوزير نضحكك شويه، كما يقول لك المؤسسات تاع المفتش طار من دخلوا يطلبوا وخرجوا صابهم بدياس بالاس. تصيب جبت لك فيش دو باي تاع اجون بريفونسيون اي سيكوريتي دوزيام دوغري، هذو اللي يسكروا الفانات. شوف الدوله خسرت اموال طائله، يجي هذوك لي بريفونسيون اللي يسكروا الفانات، يتبعوا الحمامات ويتبعوا كذا. شوف الطوموبيلات اللي عندهم بالكارت غريس تاعو وكل شيء، يخلص 1800 الزملاء كيف يشري طوموبيله فخمه ويخلوا الناس بلا فانا بلا كل شيء. هذه واحده. معليش يا الرئيس. وفي الاخير معالي الوزير، هل السيد مدير تاع لاديو بالمديه في المستقبل له كفاءات لتسيير هذا المشروع الضخم بعد تسليمه من طرف الANBT؟ وهل يعلم معالي الوزير كم هي تكلفة المشروع كدية أسردون من 14 مليار دينار إلى 22 مليار دينار؟ وشكرا.